زي النهارده 26 مارس سنة 1868 ميلاد الملك فؤاد الأول. هو تاسع حكام مصر من أسرة محمد علي. ميلاد فؤاد الأول تاسع حكام مصر وأول من حمل لقب ملك من أسرة محمد علي. تولى السلطان أحمد فؤاد الأول حكم السلطنة المصرية يوم الثلاث الموافق 9 أكتوبر من عام 1917 كتاسع حاكم من أسرة محمد علي بعد وفاة أخيه السلطان حسين كمال. وفي يوم 15 مارس من عام 1922 أعلن أحمد فؤاد الأول بإعلان مصر ملكية مستقلة ذات سيادة وأصبح اسمه الملك أحمد فؤاد الأول. يعني أول من حمل كلمة ملك من أسرة محمد علي هو الملك فؤاد. وفي سنة 1922 أيضا أصدر الملك أحمد فؤاد قانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام جديد لورثة العرش من أسرة محمد علي لينحصر في ذريته بدلا من أكبر أبناء الأسرة، ليصبح لابنه الأمير فاروق هو ولي العهد بدلا من الأمير محمد علي توفيق ولي العهد وقتها. وتوفى الملك فؤاد في يوم الثلاث 28 إبريل من عام 1936 بقصر القبة، وتم دفنه في مسجد الرفاعي بجوار أجداده. رحم الله كل من خدم تراب هذا الوطن. رحم الله الجميع. رمضان كريم.